السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة عمل الشريك بطريقة حلوة ولذيذة جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله لونه. فهنبتدي بسم الله بالطريقة والمقادير على طول. انا هنا معايا 4 كوبايات دقيق من الكوبايات دي، ومعايا معلقة لبن باودر كبيرة، ومعلقة ينسون صغيرة. اليانسون ده اختياري، اللي حابب يضيفه براحته، اللي مش حابب خلاص. هو بيديله بصراحة طعم وريحة حلوة. كمان معايا معلقة كبيرة خميرة الخبز العادية. وكمان معايا نص معلقة صغيرة من الملح. احنا مش هنكتر ملح، هي نص معلقة صغيرة كافية. وكمان هضيف يعني رشة فانيليا سايلة، او ممكن كيس من الفانيليا الاكياس. وهضيف نص كوباية سكر. وكمان هنا معايا كوباية لبن للعجن. انا بالظبط هتقضيني كوباية وربع مية للعجن. احنا ممكن نشيل المعلقة اللبن الباودر ونعجنه باللبن اللي هو اللبن العادي، نستخدم كوباية وربع لبن للعجن. دي حاجة اختيارية، اللي حابب يعجن بالمية تمام بيضيف المعلقة اللبن، واللي حابب يعجنه كله بلبن برضو دي حاجة ترجع لكم. الاتنين ما شاء الله بيبقوا حلوين. زودت ربع كوباية مية. احنا كمان مش عايزينها تبقى بتتلزق العجينة، عايزينها تبقى ماسكة نفسها وفي نفس الوقت طرية. فمعلش نخلينا مع المقادير عشان ان شاء الله ناخد عجينة ملمسها حلو وطعمها كمان حلو. فانا كمان هكتب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف اللي هو تحت الفيديو، هتلاقوا المقادير باذن الله بتاعت الشريك. نعجنه بالشكل ده. انا حبيت اعجن بايديا، ما حبيتش استعمل العجانه، عشان اي ست بيت ما عندهاش عجانه تعجن بايديها بكل سهوله زي ما احنا متعودين بنحب نعجن مع بعض. بحب اعجن معاكم، وحب ان احنا نحس بالعجينه ونحس باي حاجه بنعملها. كمان معايا نص كوبايه زبدة. الزبدة دي يعني مش اختياري، هي المفروض ان احنا لازم نعملها، بس نختار نوع زبدة حلو. يعني كل ما كان نوع الزبدة اللي هنستعمله في الشريك او في اي معجنات بصراحة بنستخدم فيها زبدة بنسبة حلوة، لازم تبقى نوع زبدة كويس علشان بتدينا عضة للشريك او للقرص او اللي احنا هنضيفه فيها، بيدينا طعم حلو. بصوا لما ضفنا الزبدة العجين اتنعكش، شكله بقى صعب في الشغل. ما نضيفش دقيق ولا نضيف اي حاجة، نفضل معاه واحدة واحدة لغاية ما العجينة كلها تشرب الزبدة كلها. بصوا بسم الله ما شاء الله شربت معايا الزبدة، ولا زودت دقيق ولا عملت اي حاجة، فضلت اعجن زي ما انتوا شايفين بالشكل ده لغاية ما شربت معايا الزبدة كلها. فانا باكد علشان ما تضيفوش دقيق والعجينة تبقى مش حلوة. فاحنا بس واحدة واحدة مع بعض لغاية ما تبقى تتشرب ان شاء الله الزبدة. هنتكلم على نقطة مهمة جدا، نقطة التخمير. في ناس كتير بتشتكي في السقعة ان العجين ما بيخمرش. احنا هنشغل الفرن وندفيه، وبعدين نقفل الفرن بعد ما ندفيه ونحط العجينة. هتاخد معانا الساعة الطبيعية بتاعتها وهتخمر وهتبقى زي الفل معانا تمام. ده شكلها بعد ما خمرت العجينة معانا. بسم الله ما شاء الله بتبقى يعني الملمس بتاعها حلو جدا، بتبقى زي القطن كده طرية، بيبقى الشغل فيها سهل. مش خلاص يعني بعد ما ضفنا الزبدة ولا بتتلزق ولا صعبة في الفرد ولا في ان احنا نتعامل معاها، بتبقى حلوة جدا تمام. هنكورها الاحجام اللي انتوا حابين. انا بصراحة هعمل الكور كبيرة شوية، انتوا زي ما انتوا حابين، دي حاجة ترجع لكم. بصوا بسم الله ما شاء الله العجينة معانا طرية ازاي، وملمسها ما شاء الله قطني حلو قوي. فهنكورها زي ما قلنا على الاحجام اللي انتوا حابينها بالشكل ده. بوريكم طريقة يعني ان انتوا تكوروها ازاي، بحيث ان انا بركز في الحاجات دي. انا عارفة بسم الله ما شاء الله ستات البيوت الحاجات دي عارفاها، بس بركز في النقط دي عشان اي بنوتة صغيرة لسه بتتعلم، فبركز على نقط معينة تمام. بنفرد، انا قسمت كل كورة على 3 كور صغيرة زي ما انتوا شايفين. خدت كورة واحدة قسمتها على 3 وبفردها بالشكل ده. انتوا لو في المرحلة دي لما بعد ما تقسموها لو حسيت ان هي بتعذبكم، يعني بتفردوا بترجع، يعني انتوا بتفردوها وهي بترجع تاني، هتسيبوها شوية ترتاح وبعدين ترجعوا تفردوها تاني على الطول اللي انتوا حابينه تمام. بنشركهم كده مع بعض، عشان كده هو اسمه الشريك. شاركنا ال3 مع بعض بالشكل ده. زي ما قلنا الحجم، الطول،
يعني انتوا لو عايزينه اطول تتحكموا فيها، عايزينها يعني اصغر برضو انتوا تقدروا تتحكموا فيها. برضو سخنت الفرن لغايه ما سخن كويس جدا، وحطيتهم لغايه ما خمروا. زي ما باكد بس بشغل الفرن اسخنه واقوم قافلاه، ما اسيبش الفرن شغال. تمام. انا دهنتهم، هدهنهم كلهم باللبن واحط لهم ينسون، دي اختياري، اليانسون اللي حابب تمام، اللي مش حابب براحته. ادخلهم في شبكه في النص، شغل فرن من تحت وادخلهم في شبكه في النص لغايه ما يستووا من تحت، وبعدين اشغل عليهم الشوايه. انا بضيف هنا بعد ما بيطلعوا بحب ادهنهم بالزبده، خصوصا لو كانت الزبده حلوه تديهم ريحه حلوه، تديهم لمعه زي ما انتوا شايفين، تديهم طراوه. فيا رب يعجبوكوا، وانا قلت كل يعني كل التكات، فيا رب يعجبوكوا وينجح معاكوا. سلام عليكم.